اخدنا المره اللي فاتت ازاي نقول في المشمش حاجه مش هتحصل، ان هي كانت ايه؟ when pigs fly. pigs دي قلنا يعني ايه pigs؟ خنازير. الترجمه بتاعتها الحرفيه لما الخنازير تطير، وهي الخنازير ما بتطيرش، اذا الحاجه دي عمرها ما هتحصل. ده بتاع المره اللي فاتت. النهارده هناخد اتنين سهلين وحاجات اساسيه في الانجليزي ما ينفعش ما تكونش عارفهم، وزي ما قلت لك استخدمهم في الحياه العمليه مع اصحابك. الايديوم اللي هاخده النهارده اسمه ايه يا احمد طه؟ ايديوم. اسمه ايه؟ ايديوم. اول واحد بيس. ركز بقى عشان ده بيدي معنى تاني خالص. بيس اوف كيك. بيس اوف كيك. الترجمه بتاعت الجمله دي ايه؟ قطعه او شريحه من الكيك. طيب انا قلت لكم ان الامثال الشعبيه بتبقى كلام بيدي معنى ضمني غير الترجمه الحرفيه بتاعته. بيس اوف كيك معناها ان حاجه سهله جدا. حاجه ايه؟ سهله جدا. اللي احنا بنقول عليها ميه، دي ميه. اديتك مثلا الامتحان الامتحان ده مدته ساعه، انت قمت جاي حليته في 10 دقائق، يبقى الامتحان ده سهل جدا. بيس اوف كيك انا جاوبت الامتحان في 10 دقائق بس. اتس a piece of cake. انه سهل جدا. It's a piece of cake. الامتحان سهل جدا. اذا لما تيجي تقول على حاجه سهله جدا اقول عليها ايه؟ piece of cake. حاجه سهله جدا. اتفقنا؟ خلاص؟ طيب المثال الثاني بس يلا. المثال الثاني اللي هو take it easy. take it easy. لا، take it easy بستخدمها لما اجي اقول للواحد خد الموضوع ببساطه، اهدى كده يا عم الحاج. يعني مثلا لما حاجه تحصل مثلا وحد يتعصب جامد، تيجي تقول ايه؟ اهدى يا عم على حالك شويه، خد الموضوع ببساطه. take it easy. يعني مثلا في البيت احمد طه مثلا معدي قام جاي موقع كوبايه الشاي على السجاده، طبعا ابوه هيجي هيرميه على الدولاب او هيربطه في البلكونه، فالمعلم احمد طه يقول له ايه يا حاج في ايه؟ تيجي تيزي، خد الحوار ببساطه، الدنيا سهله، ما كانتش كوبايه شاي يعني. اتفقنا؟ يبقى لما تيجي تقول لحد خلاص، يبقى لما حد يتعصب عليك او يعمل رد فعل لموقف معين مبالغ فيه وانت عايز تهديه، قول له تيك ات ايزي، خد الموضوع ببساطه يا عم. تيك ات ايه؟ ايزي. تيك ات ايزي. يبقى خدنا النهارده مثالين. اول واحد سهل جدا، بيس اوف كيك. ايه يا عم السهوله دي؟ بيس اوف كيك. الثاني خد الموضوع ببساطه يا عم، تيك ات ايزي، اهدى على نفسك شويه. حاجه صعبه؟ كله فاهم؟